متحدين واثقين بوطنهم، يجب أن يشمروا عن سواعدهم لبناء الوطن وتحديثه. والمهام تتجاوز الحدود، فإذا كان البعض قد أرسل لشعبنا الموت والدمار، فنحن نريد أن نقدم لشعبه نموذجا حضاريا يقتدي به لينال حريته وليصبح شريكا في وطنه، بدلا من أن يكون الحاكم مالكا للأرض وللشعب وللوطن. عندها ستصلنا رسائل إنسانية من إخوة في بلدان الحرية، بدلا من نصائح الديمقراطية التي تأتينا من بلدان العبودية. بإرادتنا سنتجاوز المحنة، بوحدتنا سنقهر الأعداء، ولن يتمكن الصخب من تغييب صوت الحق، ولا التضليل الحاقد من التعمية على الحقيقة التي تنطق بها الوقائع صادقة معبرة، ولن يتمكن الإرهاب الآثم من كسر إرادة شعبنا، وستبقى سوريا الأبية عرين العروبة وقلعة الصمود، وستسترد عافيتها وترد كيد الحاقدين، وستشهد من جديد هزيمتهم المخزية.